بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم وفي هذه المحاضرة سأتحدث عن الفصل الأول في كتاب علم النفس المهني، تأليف الدكتور بديع محمود القاسم. يحتل علم النفس في الوقت الحاضر مكانة بارزة بين العلوم المختلفة، ويحظى باهتمام معظم فئات المجتمع، وقد امتد ليشمل ميادين الحياة كافة بحكم مجالاته المتعددة التي تدرس أنماط سلوك الإنسان في البيت والمدرسة والشارع والمصنع والمتجر، واستناده إلى القوانين والمبادئ الأساسية التي تحكم السلوك الإنساني وتنظيمه، واستعانته بالمنهج العلمي التجريبي وأدوات القياس المتقنة، كل ذلك في إطار فهم الظاهرة النفسية والتنبؤ بها والسيطرة عليها والتوجيه فيها. لذلك تعددت فروع علم النفس وتشبعت ميادينه واختصاصاته تبعا لتعدد الموضوعات والمشكلات القائمة في المجتمع وتطوره الحضاري، إذ تنقسم فروع علم النفس إلى فروع نظرية تفسر السلوك، وفروع تطبيقية تهدف إلى تحقيق أغراض عملية تطبيقية عن طريق إخضاع النظريات والحقائق والأسس التي توصلت إليها الفروع النظرية واستثمارها في حل مشكلات الأفراد والمجتمع. ويأتي علم النفس المهني في مقدمة الفروع التطبيقية في علم النفس، وترجع جذوره للحضارات القديمة التي اهتمت بتوجيه الأفراد مهنيا، كما زاد الاهتمام بموضوعاته المتعددة في الوقت الحاضر، وهو يكتسب أهمية كبيرة في البلدان المتقدمة والنامية على السواء، وتزداد أهميته في البلدان النامية، وذلك نظرا لمحدودية مواردها البشرية، وتطلع هذه البلدان إلى تجاوز حلقات التخلف التي تعاني منها ورغبتها في التغلب على المشكلات التي تواجهها في شتى المجالات. وقد تناول هذا الكتاب أهم الجوانب الحديثة في علم النفس المهني في مسايرة التطور العلمي في هذا المجال وفي المجالات الأخرى ذات العلاقة، وذلك من خلال استخدام مفاهيم نظرية وإبراز تطبيقاتها العملية، بما يوضح الربط بين علم النفس المهني وميادين الحياة، ويساعد على تحديد الضمانات الوظيفية وفرص التقدم والرقي في العمل، وقدرات العاملين في تحقيق علاقات عمل ودية ومثمرة، إضافة إلى التوصل إلى فهم عميق لدوافع العاملين وحاجاتهم وأنماط السلوك السوي وغير السوي التي تصدر عنهم، وذلك في إطار تيسير سبل إشباع هذه الدوافع والحاجات والتغلب على المشكلات التي تواجههم. وعليه جاء هذا الكتاب مبوبا في 8 فصول. الفصل الأول يتناول باختصار علم النفس المهني كأحد فروع علم النفس من حيث أهميته ونشأته وتطوره التاريخي والعوامل التي أسهمت في تقدمه، ثم تعريفه وأهدافه، حيث عرف الكاتب علم النفس بأنه علم قديم حديث بدأت مسيرته منذ وجود الإنسان، وهو يتناول أوجه سلوك الكائن الحي، ومن أهم أهدافه زيادة الكفاية الإنتاجية، أي زيادة القدرة الإنسانية على الإنتاج وتنظيم ظروف العمل من خلال تطوير الآلات والمعدات وإزالة الأخطار، وتحقيق توافق العامل في عمله، وإعداد برامج تدريب العاملين والعمل على رفع كفاءتهم وإكسابهم المهارات، كما يهدف إلى تحسين العلاقات الإنسانية بين العمال وحل المنازعات والمشكلات التي قد تحصل بينهم، يهدف إلى التقييم الموضوعي لأداء العاملين مما يكفل الإنجاز وزيادة الإنتاج ورفع الدافعية وتحقيق الرضا المهني لدى العامل وتعزيز روحه المعنوية. وهنا نكون انتهينا من مضمون الفصل الأول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.